طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. وزارة الموارد البشرية توضح. أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن تفعيل رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444، وأتاحت التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد تم تحديث معايير الاستحقاق وشروط الأهلية للبرنامج إلى جانب إيضاح منهم للمستفيدين في النظام المطور. وتم تطوير بوابة الضمان الاجتماعي لتتناسب مع متطلبات النظام الجديد، وذلك لتسهيل عملية التسجيل والاستعلان عن الضمان الاجتماعي. وأيضا يمكن للمستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية القيام بالتسجيل عن طريق الخطوات التالية، وهي الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والدخول إلى الخدمات الإلكترونية، واختار تسجيل المستفيد الجديد، وإدخال البيانات الشخصية للمستفيد الجديد مثل الاسم بالكامل ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، وتحديد كلمة المرور الخاصة بالحساب، وتأكيد البيانات المدخلة وإرسالها، وتفعيل الحساب من خلال رسالة تأكيد تصل إلى البريد الإلكتروني المدخل أو رسالة نصية تصل إلى جوال المدخل. وبعد تفعيل الحساب يمكن للمستفيد الدخول إلى النظام وتعبئة النموذج الإلكتروني للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. ويجب على المستفيد تعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج مثل بيانات العائلة والدخل الشهري والحساب البنكي والعنوان وأي معلومات أخرى مطلوبة. وبعد تعبئة النموذج بالكامل يجب على المستفيد الضغط على زر إرسال لإرسال الطلب، وسيتم مراجعة الطلب من قبل جهات الضمان الاجتماعي، ومن ثم إجراء التحقق في صحة البيانات المقدمة. وإذا تمت الموافقة سيتم إصدار بطاقة الضمان الاجتماعي المطور وإيداع المساعدات الشهرية في حسابك البنكي المدخل في النموذج.